الزمالك النهارده بيخسر من بروكسي في الماتش الودي 3-1. نهارنا ابيض ان شاء الله. يا ليله يا ليله بيضه. اخويا الزملكاوي بقى اللي هيطلع يقول لي ده ماتش ودي، دي ماتش وديه، ده مش مقياس. المدرب بيجرب خطط، بيجرب طرق، بيجرب لعيبه، بيغير كتير، بيعمل. اقول له عارف الكلام ده كله، والله العظيم عارف، فاهم الكلام ده كله. بس انا الموضوع طول معايا. لما ابدا ماتش زي الشمس واخسر خمس واكسب 5-4، دخل فيه اربع تجوان حته واحده، اربع تجوان من فرقه درجه ثانيه ولا درجه ثالثه، انا مش عارف بصراحه، مش فاهم. الاقي فرقه اسمها رايه، رايه مين يا عم؟ رايه في البلكونه شرف العربيه دي اغنيه زملكاويه، اكسب 1-0 بالعافيه. الاعب بعد كده وادي دجله اخسر 1-0، بلعب فرقه درجه ثانيه ودرجه ثالثه يا جدع. النهارده بلعب بروكسي مش عارف درجه ثانيه ولا درجه ثالثه ديت ولا ايه حكايتها، بخسر ثلاثه. اما الاهلي بيلعب ماتشة وديه، عامل معسكر في تونس، ماتشة اقوى بكتير وبيكسب اربعات وخمسات والدنيا ماشيه معاه سكينه في الحلويات. ليه؟ كواليتي اللعيبه مختلف والدنيا مختلفه تمام. بيراميدز عامل معسكر في تركيا، بيلعب ماتشة وديه اقوى بكتير من ماتشة الزمالك دي، وبيكسب وبيتعادل مع فرق قويه جدا في تركيا ومع فرق من ايران ومش عارف ايه، والدنيا زي الفل وتمام. طب ايه الحكايه؟ ما هي اما المدرب ده بقى هو اللي وحش، لا اما اللعيبه اللي داخله جديده مع اللعيبه القديمه لسه ما انسجمتش، لا اما المدرب بينيمنا وبينيم المنافسين بقى، والدوري خلاص هيبدا وهنتفاجئ بقى باداء الزمالك العالمي ومدرسه الفن والهندسه، لا اما ما نتصدمش بقى ونعرف ان هو ده مقياس نادي الزمالك. ولسه نادي الزمالك بيتبني، لسه العمليه فيها شويه، لسه يا جدعان ممكن ناخد السنه دي كمان. يعني ربنا يستر بقى، ربنا يستر. اخواتي الزملكاويه ما تنسوش تعملوا شير وفولو ولايك. سلام.